السلام عليكم، هلا والله شباب وبنات متابعين قناة منوعاتي، اتمنى تكونون بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم. طبعا فيديو اليوم جدا مهم، وبهذه التصريحات السيد محمد الصافي زلزل كل مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا هنالك انتقادات وهنالك اشخاص يؤيدون كلام السيد محمد الصافي. فخلونا وياكم نشوف شنو الكتابة الذي نزلها السيد محمد الصافي وهو ناس تفاعلت وياها. السيد محمد الصافي وعبر صفحته الرسمية: يجب أن نتصدى لظاهرة بنين الموسوي لأنها أضرت كثيرا بالمجتمع العراقي. فبهذه الكلمات الناس انتقدت السيد وبعضهم يؤيد كلام السيد. الناس اللي انتقدته قالت له ليش ما جاي تحكي على الحكومة، ليش ما جاي تحكي على الأحزاب اللي أضرت كثيرا بالشعب العراقي واللي سرقت حقوقهم ونهبتها، فليش انه انتم ما تقدروا لهم، فقط قادرين على بنين الموسوي وتجون تصدوا لها وتحاربونها؟ ليش ما تحاربون الشخصيات السياسية الكبرى والأحزاب وغير ذلك؟ فهذه الانتقادات اللي تم توجيهها للسيد محمد الصافي، والبعض يؤيد كلامه وأعجب بهذا الموضوع. أما الموضوع الثاني الذي تسبب بضجة إعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا هنالك هجوم العديد من الأشخاص بالتهجم على السيد محمد الشيع السوداني بعد ما انتشرت هذه الصور، وهو السيد محمد الشيع السوداني يرتدي ساعة فخمة جدا ما يقارب سعرها ب10 ملايين حسب الصفحات اللي نشرت هذا الخبر، لكن إلى الآن لم نعرف سعرها الحقيقي، هل كان فعلا 10 ملايين أو كان أكثر. فالناس انتقدته وقالت له أنه شعبك جدا تعبان وبأمس الحاجة للمساعدة، وأنت مجرد لقاء ترتدي ساعة ب10 ملايين. طبعا هو رئيس وزراء ومن حقه لأنه يلتقي بشخصيات كبيرة جدا ومعروفة، لكن يجب أيضا أن يراعي شعبه وأن يساعدهم قدر الإمكان. فهذه الانتقادات اللي تم توجيهها للسيد محمد الشيع السوداني لهذا اليوم بعد انتشار هذه الصور على كل مواقع التواصل الاجتماعي. أما الآن وصلنا لختام هذا الفيديو، شكرا لك شخص تابعني لهذه اللحظة، دمتم في أمان الله.